انا مسوي الفيديو يا عمو، هي عباره عن جوله في ليتل بالستاين وجوله في شارع فلسطين. يعني جايك الذهب من شارع فلسطين، حتكون حلوه هاللقطه. طبعا احنا والرجال الطيب هذا وقف وقال والله ما حد يسبقني للخير. بس الافتتاح الكبير ان شاء الله باخذ رقم تلفونك وبعطيك، تعال شوف شو الافتتاح العمل. حنفتح ان شاء الله افتتاح اللي يسر قلب كل الناس ان شاء الله. لو تيجي الويكند هنا مستحيل تلاقي محل صف السياره. اكبر مشكله هنا مواقف السيارات، هنا احنا نتغلب فيها بسبب المحل الجديد هذا. في عندنا في البيسمنت بارك، حطينا بارك قبل شيء وكلف فلوس غير شيء، مشان على اساس بتلاقيش بارك. هنا الناس فوق بعضها بتكون من كل الولايات بيجوها. دير بالك باترسون تستقطب الناس من كل الولايات اللي حواليها. وليكو هذا محل الباشا، والباشا ما شاء الله توسع، ما شاء الله فتح فرع ثاني وفتح فرع ثاني. ايوه. اعطينا كده لمحه على المنطقه والمحلات اللي فيها. يعني هذه كلها بتلاقيها من كوكس افنيو اللي هي المين ستريت لقدام حوالين، كل هذه مناطق عربيه. كلها محلات عربيه، كل شيء بدك محلات عربيه موجود. سوبر ماركت، حلويات، مخابز، عندك ملاحم، ما في شيء، ما في شيء بالمنطقه مش موجود عندنا فيها. مشتهي مشاوي كباب، الاشياء اللي بدك اياها. فلافل 100 موت، نفس الشيء فتح جديد هنا الى بجوز اقل من سنه. ما شاء الله. هاي العماره الجديده تبعتنا هذا المحل. هذا هو اللي حيكون اكبر محل. هذا الاكبر محل. طلع البناء اللي عم نسوي فيها كل احجار زي الشرق الاوسط. ما شاء الله تبارك الله. اجملها ما شاء الله. قبة الصخرة، شايف اللي هي هذه الزاوية هذه؟ ايوه. شايف هي حتكون الاقصى وقبة الصخرة فوق عليها ان شاء الله. يعني قبة الصخرة. يعني هنا بالضبط راح يحطوا قبة الصخرة على واجهة المحل. حتكون زي كانك بتطلع على الاقصى. ما شاء الله تبارك الله. شايف الحجر اللي بنجيبه هذا احنا؟ شايف هذا كل حجر كانه مش شغال. شغل مرتب والله. عندنا البارك كله حيكون موجود تحت اللي هنا البارك. ما شاء الله تبارك الله. هذه كلها مواقف عشان ما حدا له عذر. ما له شيء عذر، ما يتغلبوش الناس. تعرف بتصير تدور ربع ساعه تنمنس على لاكي بارك لانه صعب والله. حتى تقدرش تمشي على المين ستريت يعني هذا ما تقدر تمشي على المين ستريت. ما شاء الله. هي عندك هنا حتكون كلها. لا المنطقه بتتطور عمو ما شاء الله. كانت مش تتطور شيء. باترسون اتس هات سبوت. يعني بتلاقي المحلات الرنت هنا يعني اللي كانت قبل 2000 3000 دولار كانت 15000 دولار بأجر في الشهر. ما شاء الله. يعني ويا ريت تلقى اخر ما تلقى. التشكيله اللي عندنا اللي واسعه جدا فيها، مغطي كل الاذواق العربيه اللي موجوده. احنا كل زبايننا معظمها كلهم عرب يعني من جميع الجنسيات، من فلسطين، الاردني، اليمني، السوري. ما شاء الله الحرب معروفين العرب بيحبوا الذهب. يعني. اكيد خاصه النسوان يا اخوي. ترضي زوجتك اعطيها ذهب. اكيد اكيد. الذهب في شيء مخسر، الذهب فلوس. يعني بتشتري سيارة، بتشتري أواعي، كلها بروح. الذهب هذا أي وقت بتبيعه بتاخذ فلوسك منه، يعني ما بيخسر. الذهب دائما مربح فيه، مكسب الذهب. صحيح. فلوس، الذهب فلوس. وهلا شو اسعار الذهب يعتبره هلا في الفترة هاي؟ سعر الذهب والله كان شوي عالي، نزل اليوم. يعني كانت حوالي 67 دولار الغرام زاد المصنعية. المصنعية حسب القطعة تتراوح، ما حسب القطعة. ما هو في قطعة ثقيلة مثلا حزمة الحزام 400 غرام، 500 غرام، 700 غرام. طبعا سعرها يختلف على القطعة 10 غرامات. وفي عندك بلدي، وفي عندك خليجي، وفي عندك تركي، وفي عندك كله موجود. يعني كله عندنا موجود. يعني وانتم هلا عمو هذول الذهب من وين بتجيبوه؟ احنا بنجيبه من دبي وبنجيبه من تركيا، وعندنا مصنع في الاردن، مصنع لنا هلا. الذهب يعني احنا بلشنا قبل 5 سنين كانت الاونصه 2270 دولار. اليوم الاونصه 2500 دولار. لا يعني الضعف بخلال 5 سنين. والله يعني اللي اشترى زمان في استفاد. طبعا الذهب ما بيخسر. الذهب الوحيد اللي ما بيخسر الذهب، بالعكس الذهب فلوس. يعني انت بتشتري 50,000 تعال نمشي منك طوالي كلها بتبيعهم. يعني ما بتتغلب في بيعهم، دائما تبديله لكاش في نفس الوقت. يعني شو قصة انكم بدكم تفتحوا اكبر محل ذهب في كل امريكا؟ مو السبب انه اول الشغلتين، احنا شايف البضاعة هذه الساعة فيها بضاعة قدام جوا في السيف جوا. فيش مجال. واذا بتيجي عندنا على الويكند هنا فيش وسائل، فيش مجال الناس توقف فيها. ما شاء الله. على الناس طالعه هذه فترة، هذه الناس بيضربوا في بعضهم. يعني بعد مرة بنستنى زبون تزيح مشان نجيب واحد زبون مكاننا. ما شاء الله. هناك المحل الحمد لله واسع جدا على فكرة. يعني وبعدين ما شاء الله الكوميونتي قاعد تكبر والمساجد. انسى الحمد لله. هنا والخير موجود. يعني والله الخير موجود هنا بجزء ما شاء الله الناس متدينين الحمد لله بفضل ربنا. إيه لا الحمد لله. ما شاء الله. هذا هو المحل.
ما شاء الله كبير كبير ما شاء الله. المحل هي وهذا الشيء اللي فيه المكاتب هنا كلها مكاتب واللي فيها ما شاء الله. الهول سيل حيكون فوق ان شاء الله في الطابق نفس حجم هذا حيكون الهول سيل فوق ان شاء الله. حلو يعني الجمله حتكون فوق. عندك هذا مشغل صغير، عندك سوينا مسجد هنا بالمصلى عندك نصلي. العرب المحافظين ما شاء الله عليهم دائما بيباركوا محلاتهم بمساجد صغيره فيها. هي مسجد صغير هذا الناس بيصلوا عندنا هنا اللي فيها. شايف هذا كله حيكون كلها بين ربنا هذا. الله يبارك لك يا رب. الله يبارك. وعن المصنع عندنا الحمد لله في الاردن عندنا مصنع الحمد لله فوق ال 100 موظف في عندنا موجودين. ما شاء الله. في عمان هذا؟ في عمان موجود هذا. ما شاء الله. يعني عمو اذا جاك واحد بيحكي لك انا بدي تكتب لي اسم، بدك تعمل لي حركه، كل شيء موجود عندنا. يعني هذا بتاخذ كم وقت هي بدها؟ الاسامي 2 3 دايز بس الاسامي. على طول؟ الاسامي بس احنا اي مثلا الهول سيل بيبعثوا لنا ديزاينات نعمل لهم اياها اي شيء. يعني اي شيء بنقدر نعمل احنا عندنا تصاميم ولا فيها اشياء فيها. السيرفيس عندنا ما بتلاقيهاش في اي محل ثاني. الحمد لله رب العالمين. ارضاء الزبون صعب، ترضي كل الناس مستحيل. صحيح. بس احنا الحمد لله عندنا ارضاء الزبائن اولموست 100% تقريبا. اذا زبون من هنا بيسوي لك شغله الزبون بيبقى صعب بعد ما، بس الحمد لله بفضل ربنا احنا سمعتنا طيبه جدا. الناس تجينا من كل الولايات لهنا. يعني احنا سمعتنا في كل امريكا الحمد لله، وعندنا محل الهول سيل موزع على كل امريكا. احنا عندكم محل هول سيل، عندكم محل جمله يعني. جمله. جميل. بعدين حيطلع يعني عنوانه لما تكتب المراسلات او مكتوب شارع فلسطين يعني. شارع فلسطين يعني جايك الذهب من شارع فلسطين. حتكون حلوه هاي اللقطه. طبعا احنا بكلوها هذه ليتل بالستاين. خايفين حتى ما يكفيناش هذا. ما شاء الله تبارك يعني الله. تعرف الحمد لله بيبقى لك عندك 40 50 زبون في نفس الوقت. صلاة على النبي ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، كله من فضل ربنا. من فضل ربنا، من فضل ربنا، ومن فضل دعمكم للكوميونتي. الحمد لله رب العالمين. نقدر عليه والله بنسوي. اي والله والله ما شاء الله. انا الرجال هذا الطيب يا جماعة الخير اول مرة بشوفه كنت شفته في المسجد ليلة 27 عند مسجد شيخنا الشيخ محمد القطناني. شفته كان في لوحة رسمتها واحدة من فنانات في المسجد، وكان عامل الشيخ محمد على اللوحة مزاد، والمزاد هاي فلوسها بتروح لدعم المسجد والأنشطة الطيبة اللي بسووها. والرجال الطيب هذا وقف وقال والله ما حد يسبقني للخير. وكل ما بيرفعوا في المبلغ 500 دور 1000 دور ما شاء الله بيزيد لأنه بيعرف المسجد إنه للخير، وما شاء الله هو فاز فيها. هذه اللوحة إن شاء الله إذا يومها بنصورها كلها. أنا عندي في البورد تبع المسجد. أنا ما شاء الله. هو في البورد من أعضاء المسجد ومتواضع جدا يعني ما شاء الله. عنده الذهب وعنده الخير. لكن كان في المطعم، انا شفته كان في المطعم او في المطبخ. في المطبخ تبع المسجد بيجهزوا للسحور. كانوا دائما المطبخ 30 يوم في رمضان بستلم انا وبنطعم الناس، وهذا الحمد لله فضل من ربنا. اجر هذا ان شاء الله. بس ربنا يتقبل بس لا اكثر ولا اقل. والله الله يجزاك خير حبيبي. الله يرضى عليك وفرصه طيبه والله حبيبي. وان شاء الله فاتحه خير وفتحه بركه لكم يا رب. وبنجي وبنشتري من عندكم ان شاء الله. 100 اهلا وسهلا، بتشرفونا يا ان شاء الله. الله يخليك حبيبي. شكرا لك عمو.